الوحش المصري المهندس اشرف الجندي. ازي حضرتك؟ الو، اهلا بيك، اتفضل يا فندم. محمد بيه، السلام عليك. ايه، اهلا بيك، اتفضل. اشرف البنداري مع حضرتك، مبتكر الوحش المصري. اهلا بيك في اشرف، بيتفضل. طبعا انا ما كنتش اعرف الانسان الحقير اللي قدام حضرتك ده اللي اسمه شادي ده، ما كنتش اعرفه. ولكن اول ما رجعت لفشل الوحش المصري في ميدان التحرير ورجعت الفريق العملي اللي معايا، النقطه اللي عايز بس ابينها للساده المشاهدين ان الوحش المصري ما فشلش في ميدان التحرير الا بفعل فاعل. لان الجزئيه اللي ما يعرفهاش بعض الناس ان الوحش المصري فيه 21 محرك كهربائي بيشتغلوا بتوليد كهرباء ذاتي منه فيه. فالحقير اللي قدام حضرتك ده هو اللي فصل سكينه الكهرباء بتاعت الوحش المصري وادى للزقه البسيطه اللي انت شفتها. اول ما فصل السكينه اكتشفت ده امتى؟ حصل انقطاع للتيار الكهربائي اللي هي بيغذي 21 محرك كهربائي. فشيء طبيعي ان عشان يدور الطاقه الكهربائيه وتعمل عمليه غلق فبياخد الزقه البسيطه اللي هي كل الاعلام شافها. السبب فيها الحقير اللي قدام حضرتك. هو كان موجود يا باشمهندس؟ كان موجود في ساعتها معاكم؟ كان موجود والتصوير معايا، لان انا اول ما رجعت الفريق العمل بتاعي لقيت التصوير ولقيته بيسخر وراح قدم الموضوع للاستاذه المحترمه اللي هي عامله لي عروسه دي وقعد يسخر من الموضوع. فبدل ما يقدم حاجه كويسه لمصر والشباب مصر ما يجيش يعطل عمل عالمي زي كده المفروض نفتخروا بيه وسط العالم عشان نقول ان شباب مصر بيعمل مش نفصل سكينه كهرباء. العمل ما حدش لسه وصل له قبل كده. ده كلام خطير، وانا عايزك تبعت لي صوره، عايزك تلاقي صوره موجوده معاك. موجوده معايا بس دلوقتي عند المهندس اللي هو مسؤول عنها. هنعوزها، ما اقدرش اقدمها لحضرتك دلوقتي، ولكن لو عايزها في اي وقت بكره تلاقيها عند حضرتك على الصفحه. يا ريت، وانا بشكرك على هذا التوضيح ومستنيين التجربه الجايه تنجح ان شاء الله. ان شاء الله الاسبوع ده هتشوف حاجات تفرح حضرتك وتفرح كل الشعب المصري، وبنقول ان شباب مصر بيشتغل ومفيش حاجه هتهده ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك. التعليقات اللي قالوها ان لم تهدمنا فهي تبنينا. الله عليك، شكرا يا باشمهندس. يبقى ده هي نفس المدرسه يا جماعه. فاكرين لما باسم يوسف قعد يسخر من المحاولات اختراع جهاز لفيروس سي ولا جهاز الكفته ومش عارف ايه واستمرار، ولغايه الاسبوع اللي فات كان قاعد بيتكلم. فيعمل ايه؟ يروح منزل السكينه بتاع خط واحد ويروح. بكره يطلعها وينزل الثانيه ويروح. الولد ده حد مديله 20 جنيه وقال له روح روح.